النهاردة أنا مش طالعة أقول مثل ولا حكمة، طالعة أقول مشكلة. حد قال لي أعرضيها على المتابعين بتوعك وإن شاء الله هيلاقوا لها حل. في ناس هتاخدها بتفاهة وفي ناس هتاخدها بجدية. أتمنى يا رب كده تفيدوا الشخص اللي المشكلة بتاعته إن هو بجد محتاج رأيكم عشان هو مش عارف يتصرف إزاي. ممكن انتوا تشوفوها تافهة بس هي بالنسبة له مشكلة كبيرة. الشاب ده عنده أخته قاعدة في الصعيد. جالها عريس وراح يقعد مع أخته ويشوفها موافقة عليه ولا لأ. فالبنت مرحبة بالعريس وموافقة عليه. طبعا هي أولا البنت ديت تبقى أخته من الأم، يعني هو أخوها من الأم بس. ليها عمام، شيء طبيعي. حضر عمامها رفضوا العريس اللي هو جاي من تبع أخوها. ليه؟ عشان عاوز عمها ياخدها لبنت لابن عمتها، لابن عمتها. فطبعا البنت رافضاه، فشايفاه ان هو زي اخوها بالظبط، متربي معاها، فهي مش حاساه، بس هي موافقة على الشاب اللي جاي من طرف اخوها. فدلوقتي الشاب بيسأل بس، يعني هو الموضوع يحق له ان هو اللي يتدخل لاخته ويقف لها ويبقى معاها، ولا هو عمها المفروض اللي يتولى امرها ويبقى مسؤول عنها. وانتوا عارفين طبعا اسلوب الصعايدة وطبع الصعايدة وحصل مشكلة طبعا كبيرة جدا وحصل مشاكل جامدة قوي. فهو الشاب مش عارف هل يقف في ظهر اخته ويبقى معاها، هل هو يعني يحق له ان هو اللي يبقى معاها، ولا هو المفروض عمها هو اللي يبقى مسؤول عنها وهو اللي يجوزها. هو عايز يعني يعرف حاجة زي كده، فهو مش عارف يعني يعمل ايه بالظبط. فطبعا عمامها عاملين مشاكل جامدة. واخوها مش عارف يتصرف ازاي، والبنت مش موافقة على ابن عمتها ده خالص، وعايزة الشاب اللي متابع اخوها. وهما في حيرة جامدة جدا ومشاكل جامدة جدا. فأتمنى يا رب لو حد عنده حل يقوله لنا. ان طبعا انتوا عارفين الصعايدة وطبعا انا يعني الصعايدة كلهم على دماغنا، ناس محترمة وناس كويسة، بس هما ليهم كده ايه، العادات بتاعتهم الطبع بتاعهم مختلف شوية عن هنا عندنا أهلنا في المدن يعني وكده. فطبعا هم الفلاحين والصعايدة يعني ليهم طبع كده وعادات وتقاليد والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. فأتمنى لو حد عنده حل للشاب ده ويقول له. هو دلوقتي عايز يعرف بس، يعني هو فعلا يحق له انه يقف لاخته ويجوزها، ولا هو عمها اللي مسؤول عنها ويقدر يجوزها. فالبنت طبعا محتارة ومتضايقة، والمشكلة طبعا أصبحت كبيرة ومش عارفين يعملوا إيه، ورافضين أي عريس يجي للبنت خالص بسبب ابن عمتها دوت. فإيه الحل؟ حد عنده حل؟ حد عنده فكرة يقولها نوصلها للشاب دوت يقولها لهم، أو يوصلوا لأمور وسط؟ فمش عارفين. في ناس قالوا لهم هات البنت عندك في البلد المحافظة اللي انت قاعد فيها وجوزها. هل ده صح ولا غلط؟ هو عايز يعرف بس، هو فعلا اللي يحق له ان هو يجيب اخته ويجوزها عادي، ولا عمها يعمل مشكلة؟ يعني هو مين اللي مسؤول عنها بالظبط، عمها ولا اخوها؟ واخوها من الام. يا ريت تقولوا لنا الحل ايه. وشكرا. معلش انا طولت في الفيديو وممكن بعض الحاجات لخبطت فيها، فاتمنى يا رب تقولوا له يعني حل المشكلة ف... في اسرع وقت. ويلا اشوفكم في امثال جديدة. باي باي.